ننتقل إلى قول إمامنا الجزري عن علم التجويد أو عن التجويد: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. حلية التلاوة هذه كلمة، زينة الأداء كلمة، القراءة كلمة. ما الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة؟ نرى على اللوحة أن التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والمدارسة. لما الإنسان يخصص لنفسه ورد يومي ما يقول سأقرأ كل يوم جزءا من القرآن بحيث يختم كل شهر، هذه التلاوة تسمى، هذا الورد اليومي يسمى تلاوة، يقال تلا فلان القرآن. والمدارسة كذلك، المدارسة هي أن يراجع الإنسان حفظه إما لوحده وإما مع صديق له وإما مع أستاذه وإما مع أحد أحبابه، يراجع كل يوم قسطا من القرآن الكريم. هذا النوع من المراجعة يسميه العلماء مدارسة بوزن مفاعلة، لأنها تكون بين أكثر من طرف. وقد تكون المدارسة جماعية، قد تكون المدارسة بين عدد من الأشخاص. النوع الثاني كما نرى الذي هو الأداء. ما هو الأداء؟ الأداء هو أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة القراء. إذن يقال أدى فلان القرآن، يعني أخذه وتلقاه عن أستاذه فلان. فالأداء هو حال التلقي. التلاوة مطلقا كالأوراد والمدارسة. كلمة قراءة القرآن قال وزينة الأداء والقراءة. قراءة القرآن ما هي؟ كلمة تطلق على كل من التلاوة والأداء. يعني إنسان عم يقرأ لوحده يقال تلا القرآن ويقال قرأ القرآن. إنسان يقرأ على أستاذه ليتلقى ويؤدي القرآن عنه يقال أدى القرآن ويقال قرأ القرآن. سرعات التلاوة هذا بحث هام. القرآن العظيم أيها الإخوة نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات، هي التحقيق، التدوير، الحدر. التحقيق هو كما نرى البطء في التلاوة من غير تمطيط، لأن الإنسان لما يبطئ التلاوة قد يبطئ جدا إلى أن يصل إلى مرحلة اسمها التمطيط، والتمطيط لا يجوز. يعني مثلا كما نسمع من الأطفال الصغار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تمطيط، هذا تمطيط لا يجوز. وإنما البطء الذي يجوز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بحيث يعطي كل حرف حقه ومستحقه من المخرج والصفة، ويعطي الحركات أزمنتها. التدوير هو القراءة المتوسطة كما نرى، هو التوسط في سرعة التلاوة، وأغلب الناس يقرؤون كذلك. الحدر هو السرعة في التلاوة، والذي يخشى من القراءة بالسرعة هو دمج الحروف، لذلك قالوا في التعريف هو السرعة في التلاوة من غير دمج للحروف. الدمج هو إدخال الحروف بعضها في بعض، يعني لما يسرع الإنسان جدا قد ما نفهم عليه ماذا يقرأ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل إلا المشرق هذه الحروف دخلت في بعضها، فهذا دمج للحروف لا يجوز. إذن من قرأ بالبطء وهو التحقيق فليحذر من التمطيط، ومن قرأ بالحدر وهو السرعة في التلاوة فليحذر من إيه؟ من دمج الحروف. طبعا بالنسبة لما نسمع في الإذاعات لما كنا صغار وقبل أن يخرج التلفزيون وبعد ما ظهر التلفزيون، كان نسمع التلاوات البطيئة التي هي بقراءة التحقيق. ثم بعد ذلك جاء الإمام الشيخ الحصري رحمة الله عليه، الشيخ محمود خليل الحصري، هو سيد من قرأ في العصر الحديث رحمه الله، جاء فأحيا القراءة بالتدوير وبدأ يقرأ بها، وسجلت له الإذاعة المصرية وغيرها من الإذاعات، وبدأنا نسمع التلاوة المتوسطة السرعة، وهي تعين القارئ على فهم المعنى أكثر من التحقيق، لأن التحقيق أحيانا من كثرة ما يطول القراء في مجالسهم قد تتقطع المعاني ولا يفهم الجالسون المراد من المعنى من كثرة بطء القراءة. فجاء الإمام الحصري الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله فأحيا هذه السنة وهي القراءة بالتدوير، وتبعه بعد ذلك عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله
والشيخ المنشاوي ومحمود علي البنا وغيرهم من الذين نسمع تلاوتهم بالتدوير. إذا هذا الذي أحببت أن أبينه من حيث السرعات. بقي في آخر اللوحة، نعود إلى اللوحة لو سمح عندنا، ويعم الثلاثة. مين الثلاثة؟ يعني التحقيق والتدوير والحدر. يعم الثلاثة مصطلح الترتيل. لماذا؟ لأنه أي الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ولا غنى لقارئ القرآن عن الترتيل مهما كانت سرعة قراءته. يقال لا غنى ويقال لا غنى، تقال منونة وتقال من غير تنوين، وعدم التنوين أولى. ولا غنى لقارئ القرآن عن الترتيل مهما كانت سرعة قراءته. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض من صنف من المعاصرين في التجويد جعل مراتب القراءة 4. قال مراتب القراءة 4: تحقيق وتدوير وحدر وترتيل. سبحان الله. وجعل الترتيل مرتبة لوحدها، قال وأفضلها أي الأربعة الترتيل، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. يا أخي كيف هذا الكلام؟ من أين أتيتم به؟ الترتيل هو كما روى في بعض الآثار عن سيدنا علي هو معرفة الوقوف، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولا غنى لقارئ القرآن عن أن يجود الحروف ويجيد الوقوف مهما كانت سرعة قراءته. إن أبطأ أو توسط أو أسرع لا غنى له عن أن يجيد الحروف وأن يبين الوقوف، يقف على الوقوف الصحيحة. فالترتيل وصف يعم الثلاثة وليس قسيما لها. قال إمامنا ابن الجزري الذي نحن بصدد شرح منظومته، قال في منظومة طيبة النشر في القراءة العشر: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. بالعربي يعني باللسان العربي. فقوله مرتلا حال، يعني حالة كونه مرتلا، فهذه اللفظة، هذه لفظة الحال تعم الحالات الثلاث: التحقيق والتدوير والحدر. إذن خلاصة الكلام: سرعة قراءة القرآن الكريم 3: بطء، توسط، سرعة، يعمها لفظ الترتيل الذي هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.